بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة هنعمل سلطة البابا غنوج، جميلة جدا وطعمها لذيذ. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف المكونات. اول حاجة كده طبعا احنا جبنا بتنجانية حلوة كده كبيرة وغسلناها كويس، وجبت السكينة كده وانا غزتها نغزة كده علشان ما تفرقعش منك على البوتاجاز. حطيتها على عين البوتاجاز طبعا عشان اشويها. طبعا انا متعوده على الطريقه ديت، بشويها مباشر على عين البوتاجاز. خلاص كده بقى ايه، البتنجانه بتاعتنا اتشوت وهننضفها كده مع بعض علشان نعملها بالطريقه الجميله ديت. طريقه كانت جميله جدا وسهله جدا وبسيطه جدا بس طعمها جميل. السلطه دي طبعا جوزي هو اللي طلبها مني وقال لي انا عايز اكل سلطه البابا غنوج علشان طعمها جميل جدا. قلت له ماشي، هات لي بتنجان وانا اعمل لك. لان طبعا انا كنت جايبه بتنجان طويل من السوق، ما كانش عندي البتنجان ده لان هي بتتعمل بالبتنجان ايه، الفلاحي ده. طبعا هناخدها بقى كده ايه، ننضفها كده بالمعلقه. احنا كده نضفنا القشرة بتاعتها من فوق، وهنقي بقى اللي فيها كده نشيله بالمعلقة كده ايه، ونحطه في طبق نضيف وننزل عليه بالمكونات بتاعتنا. انا كده بوريكم اهوت ان احنا نضفناها ومفيهاش اي حاجة اهيت. طريقة الشوي البتنجان على البوتاجاز ده جميل، حتى بعمله مع اي حاجة لما يكون عايزة ناكل بتنجان مشوي. اول حاجة بقى جبنا مج صغير كده نص طحينة ومعلقتين زيت، واحدة زبادي، وهرست الشطة دي بقى كنت محضراها عندي في الفريزر. بايه باخد منها، خدت معلقة وخل وعصير ليمونتين بنصفيهم كده ايه من البذور بتاعتهم. هننزل بقى كده ايه على البتنجان بتاعنا بعد ما اتشوى بنص كوب الطحينة. لو انت حابة ايه ان انت، انا طبعا هضربها في الخلاط، بس لو انت حابة ان انت تسيبيها بس كده وتقلبها بس في بعضها كده، تخلطها مع بعضها كويس في بعضها كده انت بالمعلقة اعمليها. بس انا هضربها في الخلاط عشان تبقى ناعمة، وانت برضو حسب ما بتحبي. حطينا بقى الزيت وحطينا الزبادي، كوب الزبادي، وهنحط عصير الليمون، وهننزل بقى ايه بهرسة الشطة بتاعتنا. طبعا ما تبقيش تكتري لها الملح عشان ما تبقاش حادقة قوي، لان زي ما انتوا عارفين الطحينة بيبقى فيها ايه الملح بتاعها كده، يعني بتبقاش عادبة عشان ما تبقاش حادقة منك قوي تعرفي تاكليها. حطينا بقى ايه معلقة خل كده وهنقلب كله في بعضه اهو كده بقى. زي ما انا بقول لكم، لو حابه ان انت ما تضربهاش في الخلاط وتقلبها كلها تخلطها كلها كده ببعضها بس بالمعلقة، عادي بتتاكل كده وبتتاكل كده، بتبقى جميلة على الطريقتين. بس انا ايه حبيت ان انا اضربها في الخلاط علشان تبقى ناعمة، بس هي كده جميلة برضو مش وحشة. لو عندك ضيوف ولا اي حاجة ان انت عايزة تعمليها مع الاكل تبقى جميلة جدا في ريح السمك، اعمليها وقدميها وما تخافيش منها، هتطلع معاكي جميلة وهتديكي نتيجة حلوة. كده خلاص بقى جبت شفشق الخلاط وهنزلها فيه علشان نضربها كده ايه وننعمها. ايوه كده، جربيها وهتدعيلي، هتطلع معاكي بالقوام الجميل ده. بتحطها على الاكل وبتعمليها بتقدمها مع الاكلات بتاعتك، بتبقى جميلة جدا وشكلها كويس جدا، بتشرفك قدام ضيوفك وهتعمليها هتحبيها. وكل اللي هياكل منها يسألك انت عاملاها ازاي وهيجربها وهيدعيلك. يلا قومي تشجعي كده واعمليها وقولي لي ايه رأيك فيها. ولو اول مرة تشوفي قناتي شرفني ان انت تكوني معايا وتحط لي اللايك وتحط لي الاشتراك كده وتقولي لي ايه رأيك في سلطة البابا غنوج الجميلة ديت. كنت انا عاملة بقى ايه في اليوم ده بقى ايه، فرحة سمك، وكنت عاملة بامية، فانا قلت اطلع معاكم بقى ايه البامية كمان كده، كانت جميلة جدا.
كنت عاملة كده وعاملة سمك وعاملة بامية، واللي حابب ياكل بعيش ياكل، واللي حابب ياكل بقى ايه برز ياكل، وكانت جميلة جدا. كده بقى جبنا طبق كده عشان نقدمها، وكانت كده خلصت. وطريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا، تشجعي بقى واعمليها وقوليلي ايه رأيك فيها. بإذن الله هتعجبك جدا جدا جدا. كده خلاص الطبق بتاعنا خلص. ولو حابة تكتريها شوية يبقى قشوا بتنجان كتير وكتري المقادير بتاعتها، وهتعمل معاكي اكتر من طبق. يا رب الطريقة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. يلا بينا بقى ايه نشوف طريقة البامية الجميلة. طبعا احنا منزلينها معاكم قبل كده كتير، بس ايه حبيت ان انا اعرضها معاكم تاني، لان البامية ايه كنت انا لسه اول مرة اجيبها بقى السنة دي. إيه طبعا انتوا عارفين ان البامية نازلة غالية اوي السنة دي. بصراحة ما كناش بنجيبها كده خالص خالص خالص. احنا كنا يوم ما بنجيب الكيلو في الوقت ده كنا بنجيب الكيلو ب10 جنيه، وبنفس الحجم بتاع البامية ده. ما كناش بنجيبها كبيرة كمان ب10، كنا بنجيب الكبيرة الويكة دي للعمايل كده ان احنا ايه نعملها ويكة. كانت الكيلو ونص ب10، الاتنين ب10. النهاردة بقى احنا جايبين النص كيلو ده بس. البامية الصغيرة ده النص كيلو ب15 جنيه، يعني من سعر 30 جنيه. بس هي الاسعار غلت في كل مكان. وخلاص طالما ان احنا بنجيب الحاجة وبتقضي اليوم بتاعها، خلاص بقى مش فارقة بقى هي غالية ولا رخيصة. المهم ان احنا ايه نمشي نفسنا لو بأقل التكاليف، ان احنا على قد ظروفنا نمشي. هو النص كيلو زي الكيلو زي ال2 كيلو، خلاص هو هيقضي اليوم. احنا كنا الاول بنفرزها وبنشيلها، بس خلاص ان احنا الفلوس اللي معاكي على قد مثلا ان انت تجيبي نص كيلو وتقضي يومك، مشي يومك بالنص كيلو وخلاص. ده بقى كنت خلاص كده ايه نضفتها كده وظبطتها ومسكتها كده، غسلتها بقى كده تحت الحنفية. وكنت عاملة الصلصة بتاعتها اهيت نزلتها فيها. بس احنا بقى بنحبها بالفول. كنت غاسلة ايه نص كوباية فول كده وبلاها، وباخدها بقى احطها على البامية بتاعتنا. احنا مش بصراحة مش بنحبها الا بالفول. لما بعملها سادة كده بحس ان انا مش عارفة اكلها. في ناس بتاكلها سادة كده ايه من غير الفول. جربها بالفول وهتدعيلي بإذن الله هتعجبك الطريقة، طعمها تحفة. كده بقى نزلنا الفول بتاعنا على البامية وهنقلبهم مع بعض كده في الصلصة بتاعتها تقليبة حلوة كده. لو عندك بقى لحمة وحابة تحط عليها حتة، لو عندك بقى دهنة وحابة تحط لها حتة دهنة. بس انا بقى عملتها بالفول ومكعبات آه دجاج حلوة أوي برضو، بتخلي لها طعم جميل جدا. والأكل كان جميل جدا ولذيذ. أهم حاجة تحبي الحاجة وهتلاقي طعمها جميل جدا وهتعجبك بإذن الله وتعجب أولادك. واحنا طبعا لازم نعود أولادنا على كل الأكلات ديت علشان يقدروا يعيشوا الحياة بتاعتنا ويتأقلموا على الحياة اللي احنا عايشينها. كده بقى كنت انا ايه عندي كمان شوية شوربة كده طلعتهم وقلت احطهم عليها مع المكعبات. كنت انا طبعا لما بيفيد عندي شوربة بشيل احطها في الفريزر علشان اما احتاجها بقى لشوية ملوخية لشوية بامية. ما برميش حاجة بصراحة الايام ديت، مش عايزة حد يا جماعة يرمي حاجة. عايزة ايه كل حاجة تحافظ عليها. يعني شوية الشوربة دول احنا احتاجناهم دلوقتي، فانتي هترميهم وهتيجي تطبخي بامية او ملوخية هتحتاجيهم وهيعملوا لك طعم للاكل. كده بقى ايه كنت نزلت الشوربة كده في قلبها وبقلبها علشان تعمل لها طعم جميل كده، بتبقى لذيذة جدا. شايفينها اصلا قدامكم عاملة ازاي، كانت حلوة قوي. كده بقى خلصناها وكانت استوت، وكنت بغرب بقى الاكل علشان نتغدى. يلا بقى تعالوا اتغدوا معانا وقولوا لي ايه رايكم في البامية بتاعتنا بالفول. جربيها وقولوا لي ايه رايك، هتدعي لي باذن الله كان طعمها لذيذ. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.